احنا هنقول نمرة كام؟ طب مين يسمع الثمانية اللي فاتوا؟ اللي يسمع الثمانية اللي فاتوا ربنا على ما هجيب المرة الجاية قربانة، اعزمه على قربانة. ها هتسمع؟ لا انت باصص، لا 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 من غير غش. ها طب انا هقول اول واحدة كانت الكبرياء، وبعدين الزهو، وبعدين الغيرة، تقبيح، ما تبصش، تقبيح، ها الإدانة، ها الأنانية، ها الغيرة، الطمع والنصيب الأكبر، معقول معقول، والغضب قلنا ناخد واحدة كمان اللي جاية نمرة كام؟ من بنات الذات خطية اسمها محبة المديح. محبة المديح، ومحبة المديح دي درجتين، ثلاث درجات في محبة المديح. ان مثلا انا عملت جميل، يعني كانت في مثلا احنا 5 بتجمعنا مصلحة، وبعدين في واحد تعب مش عارفين، انا رحت اخدت العربية ودفعت الاوبر ودفعت المستشفى ودفعت الاشعاعات، انا ربنا مديني ومش هحاسبكم ودفعت لي حاجة كده بتاعت 15,000 جنيه، بس انا ربنا مديني و15,000 جنيه ما تفرقش معايا خالص، ومش هاخد منكم حاجة لو جيتوا، وهقول عيب، بس أنا عاوزكم تسألوني عملت إيه واتكلفت قد إيه، عشان تقولوا لي يا أبو الواجب تعيش وتعمل. لكن ما حدش فيكم جاب سيرة ولا حتى قال لي أنت دفعت كام. تلاقيني من جوايا متضايق لدرجة إن أنا عاوز ألاقي مناسبة عشان أقول على فكرة نشكر ربنا، التكلفة كنت فاكرها هتبقى غالية بس هي ما جابتش غير 15,000 جنيه. سامعين؟ 15,000 جنيه. ده أول درجة من محبة المديح، إن أنا بتكبس لو محدش سألني أو مدحني. الدرجة التانية في المديح إن لو المديح ما جاليش، لا الدرجة التانية في المديح لما المديح جالي تضطرب نفسي قوي، يعني تطرب يعني جاية من الطرب. يعني أول ما تقول لي يا سلام يا أبونا إحنا كنا معاك في حتة مؤتمر، الأيام معاك في المؤتمر ما بتتحسبش من العمر يا أبونا، دي اسمها محبة المديح وعدم رفضه. الدرجة الثالثة أسوأ اسمها شحاتة المديح. طلعنا نفس المؤتمر إن حد فيكم يقول كلمة شكرا، ما حدش فيكم قال كلمة شكرا، وأنا عارف المؤتمر كان حلو ونشكر ربنا كان حلو، اقول على فكره باين يا مدام المؤتمر ما عجبكمش السنه دي، تقول لي ازاي ده كان احلى مؤتمر، اقول لك ما تقولي لوحدك، ما تقول لاهلك، يعني هو انا لازم اقولك، لازم اشيل ده من لسانك. يبقى محبه المديح دي خطايا من خطايا الذات، وفيها 3 حاجات، يا انا متضايق ان ما حدش شكر، يا بفرح لما حد يشكرني قوي، يا اما لو ما اتشكرتش انا ادور على الشكر. اهو محبة المديح دي، مين فينا ما بيحبش المديح؟ لا 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 لا, لا ما اقول لك ربنا يعوضك وكتر خيرك، كانت حتة صينية، احلى صينية مكرونة بشاميل، تلاقي نفسك قاعدة تكبري، وكل ما اوصف تكبري اكتر. قال ما بتحبيش المديح، قال مش مصدقك. طيب نخش في الاصعب بقى من خطايا الذات، صعوبة الاعتذار. اللي ذاته عالية ما يعتذرش. يعني هو غلط غلطة كبيرة قوي، سوري، يعني أهان زوجته وجاب سيرة أسرتها، أبوها أمها أي حد، وبعدين هما الاتنين متخاصمين فترة، فهو يجي يروح عامل إيه بقى؟ يقول لها هنتعشى إيه النهاردة؟ كنا جايبين سجق في الفريزر كده، طلعيه واعمل لنا بيض بالسجق. قال يعني هو كده ايه؟ صفى الجو. طب والتعب اللي جواها والألم اللي جواها، طب قول آسف. لا لا أنا ما بقولش آسف، بس بتتعامل. ده مين قال كده؟ ذات. أنا أقول آسف، أنا أقول حقك عليا، أنا أقول ما تزعليش مني؟ لا، صعب قوي. في ناس صعب قوي انها تعتذر، موجوده
انا قلت لكم بقى دي المراحل صعبه، يعني اللي فات هتلاقوا فينا كلنا، من هنا بقى تلاقي في ناس وناس. اللي جايه كمان وصعبه جدا من خطايا الذات حاجه اسمها عدم الغفران. ليه عدم الغفران؟ عشان انا شايف نفسي كبير قوي وانت صغير قوي، فلما الصغير يغلط في الكبير، ما انا مقامي كبير عند نفسي، فلما انت تغلط فيا توجعني قوي. ومعظم الناس اللي ما بتغفرش بتستخدم عنوان غلط يسموه فيك او فولس. العنوان ده اسمه ايه؟ اسمه اصلا انا حساس وجرحي عميق وما بيخفش بسهوله. ده احنا كده بعيد ابعد ما نكون. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. طب بنصلي ابانا الذي ليه كل يوم 10 مرات؟ ما تقولهاش. فعدم الغفران ده معناه ان انا قلبي ناشف، ذاتي عاليه قوي، لا عايز اعتذر لما اغلط، واللي يغلط فيا ما سامحوش وما انسالوش لغايه اخر يوم في حياتي. مش هنسى اللي عمله فيا من 37 سنه. يا نهار ابيض، 37 سنه وفاكر؟ طب انت عاوز غفران ربنا ازاي وانت مش قادر تغفر لمن اخطأ في حقك؟ اكمل؟ طبعا انتوا فقدتوا العد، بس انا هقولهم كده من باب التذكره: الكبرياء، الافتخار، الغيره، التقبيح، الادانه، الغضب، الانانيه، النصيب الاكبر، محبه المديح. وبعد محبه المديح قلنا صعوبه الاعتذار وصعوبه الغفران او عدم يعني. خطيه تانيه من خطايا الذات اسمها العند. بابا قال كده. طب قول لنا يا بابا كده ليه؟ اهو كده وخلاص. يا بابا ما يتراجعش. بس يا بابا احنا سألنا واكتشفنا ان ده غلط. حتى لو غلط مش هرجع في كلامي، حتى لو غلط يتسمع كلامي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي ده؟ ليه كده انا بقيت فرعون في نفسي يعني؟ ما كلنا بنغلط. وانت لما تيجي تديني نصيحة في حاجة انا غلطان فيها علشان منفعتي انا او عشان منفعة البيت، اقول لا انا لو غلط يتسمع كلامي؟ اي منطق ده؟ صوروا لو كاهن مضروب بالضربة دي يقول لك حتى لو انا غلط انتوا الشعب لازم تسمعوا الكلام. حتى لو انتوا سمعتوا الكلام عشان طيبين، ده ما يقللش من عقوبته امام الله، لانه واقع في ذات رهيبة. العند 13، احنا وصلنا ل 13. صغر النفس. صغر النفس احد صور الذات. يعني ايه صغر النفس؟ الكبرياء صورة من صور الايه؟ الذات. وصغر النفس صورة من صور الذات. ان عشان انا عاوز ذاتي تبقى موجودة وفي حاجات نقصاني، احس ان انا قليل واحس ان انا ضعيف، مش بطريقة المتضع، بطريقة واحد مكسور حاسس انه فاشل، حاسس انه ما يعرفش يعمل اي حاجة. انا ماشي بسرعة عشان وقتنا، انتوا بس انتوا فاهمين يعني ايه صغر النفس؟ دي حرب من حروب الذات. لو انا واثق في المسيح وانا ولا حاجة، انا بقيت واخد قوة المسيح كلها. فليه عندي صغر نفس؟ ذاتي. واللي عنده صغر النفس ده لما يجي له مديح تلاقيه مرة واحدة اتقلب من صغر النفس لقمة الكبرياء، لانه يا عيني هو محتاج المديح ده، فيقلب معاه بقى مش باتضاع، يقلب معاه بكبرياء. عشان وقتنا، خطية أخيرة نختم بيها، مش عارف بقى رقمها كام. أوكي، حاجة اسمها حب الظهور. حب الإيه؟ حب الظهور. يعني إيه حب الظهور؟ تيجي فينا كلنا. أنتوا واخدين بالكم لما نيجي ناخد صورة وفي وسطنا البطرك أو في وسطنا أبونا المحبوب اللي بنحبه، تلاقي كل الناس عاوزة تبقى في إيه؟ في كتفه. طيب يعني سيب المكان ده لو انت متضع وارجع ورا وسيب حد تاني صور.
ما تتصورش خالص يا اخي ايه اللي هيحصل. لا، ده اتاري دي من ايام المسيح. التلاميذ قالوا له اوعدنا بحاجه. اوعدكم بايه؟ قال لهم في مجيئك التاني لما تيجي تملك على الارض. هم كانوا فاهمين انه هيعمل دوله يهوديه. مين هيبقى كبير الوزراء ومين كبير اليوران؟ يعني مين اللي هيقعد على يمينك ومين اللي هيقعد على شمالك في البروتوكول، عشان دايما لما الناس تبص لك تبقى شايفه مين الاتنين اللي جنبك. يعني لما انا ببص لحضرتك انا غصب عني عينيا جايباها وجايباها بالعافيه، جايب حضرتك، يعني شايف اللون بتاع البلوزه لكن مش شايفها هي الاربعه. فلما بركز على واحد بركز على الاثنين. فمن ايام المسيح اتاري خطيه حب الظهور دي موجوده.